احبابي، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون ان شاء الله حيل منزليه وحلول بسيطه تحت اقتراحاتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على تشجيعاتكم وعلى التفاعل ديالكم في اخر فيديو. كنقول لكم الله يخطيكم وتبارك الله عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم افكار جديده مختلفه على حساب الاقتراحات اللي طلبتوا. يعني كاينين بعض السيدات اللي طلبوا مني بعض الاقتراحات. نتمنى ان شاء الله تكونوا كتشاهدوا الفيديو، واكيد الا كنتوا اول مره غتصادفوا القناه نتمنى ان شاء الله تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخر وتستافدوا منه. واكيد الا عجبتكم نتمنى ان شاء الله تشتركوا فيها. اول فكره غادي نجاوبوا بالنسبه للاخت اللي طلبات طريقه اللي تكون يعني ضد الحساسيه، خصوصا لتنظيف الاواني ديال النحاس. سواء يعني بالنسبه للاخت اللي سولتني على الصنبور ديال النحاس، تقدري ديري نفس الطريقه، تقدري ديري الطريقه المطيشه مع الملحه. كيف ممكن ديري هذه الطريقه هذه البسيطه؟ كديري الدقيق مع شويه ديال الملحه، كتعجني هذه المكونات مع شويه ديال الخل، كتخفيه بشويه ديال الماء الا كانت عندك الحساسيه مفرطه. كتاخدي واحد الحليفه كما كتشوفي، كديري واحد الباط اللي كتكون هكا شويه مع عقده مجاريه، ومسحه وحده كتحيد جميع الرواسب اللي كتكون عالقه في الانيه ديال النحاس ديالك. الدقيق وشويه ديال الملحه وشويه ديال الخل، كتعجنيهم بشويه ديال الماء، وهانيه النتيجه قدام عينيكم. بالنسبه للاخت اللي قالت لي يعني البطاطا والبصله كتفسد ليها، من الاحسن انك ما تجمعيهمش بجوج في بلاصه واحده، كل وحده ديريها في شبيكه ولا فرقيهم كل وحده في طاج. وممكن ديري معهم واحد القطعه ديال التفاح. معروف التفاح عفوا انه كيمتص الرطوبه، ودوك البكتيريا اللي كتسبب ان البصله والبطاطا ديالنا تخسر كتمتصها التفاحه، كتلوحيها ويعني والخضره ديالك كتبقى محتفظه على راسها. هنا غنشارك معكم الطريقه بالنسبه للاخت او الاخوات اللي قالوا لي مطيشه كتخسر ليهم، يعني الاونه الاخيره مطيشه دغيا كتفسد. غادي نشارك معكم الطريقه اللي فعاله وكنت ديجا شاركتها معكم. كتاخذوا هذا السكوتش هذا اللي كيكون شفاف، وكتاخذوا واحد القطعه وكديروها لها في القلب ديالها باش هكا كتحافظوا عليها مده اطول. يعني مجربه، جربوها نتمنى ان شاء الله حتى توما تولي معتمده عندكم. وبالنسبه للخضروات، من الاحسن انكم تلبسوا لي بواط ديالكم بكلينكس ولا بورق المطبخ. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش دي بواط او ما كينظموش الخضره ديالهم يعني في دي بواط، حاولوا ما امكن ديك البلاستيكه ديروا فيها واحد القطعه ديال كلينكس، سواء هكا مطلوقه ولا غير كريكيبه، كتمتص لكم داك الماء اللي كيكون هكا في دوك لي بواط ديالكم ولا البلاستيكات ديالكم. وهنا غادي نشارك معكم بالنسبه للاخوات اللي نالت الاستحسان ديالهم هذه الطريقه هذه، اللي هي طريقه ديال التنظيف ديال السديدرات ديالنا، الطليمطات ديالنا، لي فوتوي ديالنا بالصابون. ومن الاحسن انكم تختاروا صابون اللي كيكون ذو رائحه فواحه، بحال الصابون دلوكس، الصابون دوف، كتكون الريحه ديالهم زوينه وكتكون كريميه وكتكون النتيجه احسن. كتاخذوا الصابون كتبشروه، كتضيفوا ليه الماء اللي يكون طايب عفوا كما شفتوا، من بعد كتخليوه حتى كيدفى. يعني كتقدروا انكم ديروا فيه يدياتكم. ومن بعد اخواتي كتجيبوا واحد التويب اللي كيكون رطب وكيكون مقطن وما كيكونش كيطلق داك يعني ديك الصوفه باش ما تزيدش توسخ لكم الاريكه ديالكم. واكيد حاولوا ما امكن انكم ديما كنصحكم تخدموا بالليغات. وهنا اخواتي كتاخذوا واحد الغطايه ديال شي مقله ولا ديال شي كاسرول، وكتلبسوا داك الثوب اللي كيكون ناشف مزيان، غير كيكون غير مبلل، وكتبقاو دوزوا على ديك البلاصه اللي عندكم فيها ليطاج. ما نقولش لكم هذه الطريقه كيفاش غادي تسهل عليكم التنظيف الاسبوعي ولا اليومي. كما كتشوفوا يعني جميع الاوساخ والرواسب اللي كتكون عالقه وما كنشوفوهاش بالعين المجرده كتزول لكم. نتمنى ان شاء الله هذه الطريقه تولي معتمده عندكم. وكما قلت لكم ما تنساوش انكم تحلوا المنافذ او الابواب ملي تكونوا كتنظفوا، يعني او كديروا الروتين ديال التنظيف. هنا كذلك كنشارك معكم طريقه بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي كيفاش نحيدوا الاثار ديال الحبر من الزرابي. هنا اخواتي تقدروا تستعملوا غير الوصفه اللي شاركت معكم، غير الصابون وشويه الماء اللي كيكون دافي. كيف ممكن انكم ديروا الصابون اللي ديما كننصحكم انكم تاخذوه، اللي كيكون خاص بالتنظيف خصوصا ديال الاطفال، كتبشروه وكتضيفوا ليه المكونات الاخرى اللي غنشارك معكم. هذه خلطه صراحه كتصلح لبزاف ديال الحوايج، وانا ديجا شاركت معكم لاش. هنا كتضيفوا لها شويه ديال البيكربونات، كنعرفوا ان البيكربونات كتحيد الروائح وكتحيد الاوساخ. كيف ممكن انكم تضيفوا شويه ديال الخل بس ديال التنظيف باش زوين. هذا الخل هذا ما كيحيدش يعني دوك الالوان اللي كنكونوا هكا نمسحوا، سواء ديال الزربيه ولا ديال الاريكه.
وتقدروا كذلك تضيفوا شويه ديال مسحوق التنظيف وكديروا على نار مهيله. كيف ممكن انكم ما ديروهاش على نار مهيله، تضيفوا غير الماء سخون وكتخلطوا هاد المكونات، كيزولوا لكم جميع الاوساخ اللي كتكون عالقه لكم في الزربيه. كيف ممكن انكم ديروا الطريقه ديال المقلاة او الغطايه ديال المقلاة، كتاخذوا داك التويب بطبيعه الحال يكون نظيف ويكون مقطن وما يكونش زعما الثوب اللي كيطلق لكم الغمله. كما شفتوا ديك الفوطه كتكون خاصه بالتنظيف بطبيعه الحال، الليغات اكيد، وكنبقاو نمسحوا ديك الزربيه ديالنا. يعني كما قلت لكم هذه الطريقه هذه كتسهل عليكم بزاف ديال المأموريه، الريحه كتكون زوينه، التنظيف كيكون سريع، وهكا ما كنكونوش كل مره كنظفوا او كنديوها للبلايص اللي كينظفوا لينا الزرابي. بالنسبه للاخت اللي قالت لي طريقه كيفاش نقدروا نحيدوا اثار ديال الصباغه ديال الضفره بطبيعه الحال من الزربيه ديالنا، ولا شي بلاصه علقات فيها او لصقات فيها يعني الصباغه، هنا كتاخدي غير الماء الخاص بالصباغه ولا هاد البواطه اللي كيكونوا فيها اصلا هاد المناديل كتكون مبلله. كيف ممكن انكم ديروا شي سبراي اللي كيكون فيها الكول، كيف ممكن انكم تشريو الكول وتخففوه بالماء، يعني اي حاجه عندكم تقدروا ديروها. كديروا غير واحد شويه على ديك المنطقه، يعني حاولوا ما امكن انكم تخدموا ما تجلطوش الدنيا، غير على ديك البلاصه كتبقاو تخدموا فيها مرارا وتكرارا حتى كتحيد لكم. ومن بعد تقدروا ديروا الطريقه اللي شاركت معكم الصابون، ولا كيف ممكن انكم تجيبوا غير واحد التويب اللي كيكون نظيف وكتمسحوها بكل سهوله. كما قلت لكم اي حاجه فيها الكول تقدروا ديروها على حسب نتوما وشنو عندكم. وهذه هي النتيجه اللي كتشوفوا قدام عينيكم، يعني اثار ديال الصباغه ما بقاتش نهائيا. غادي نبقاو في اطار ديال الزربيه. هنا بالنسبه للاخوات اللي شي مرات هكا الزربيه ديالهم كتبقى تمشي وتجي، سواء كانت عندنا الارضيه ملسه، هنا كتاخدي غير البلاستيك الغذائي، غير واحد القطعه كتلصقي ديك الجهه اللي كتلصق في الارض، يعني منها الارض، وكديري عليها الزربيه ديالك، وهانتوما كتشوفوا كتبقى ثابته مزيان. كنعرفوا ان كاينين بعض الزرابي اللي كيبقاو يمشيو ويجيو بينا، هذه الطريقه هذه ان شاء الله غادي تروقي. كيفاش نقدروا نحيدوا اثار ديال الزيت من الملابس ديالنا؟ طريقه جدا بسيطه. كتاخذوا اخواتي هنا يعني الطالك، سواء هذا الفيروز ولا اي نوع اللي عندكم. كيف ممكن انكم ديروا الدقيق، المهم خصنا شي حاجه اللي تمتص لينا ديك الزيت. كنخليوها هكا على البقعه ديال الزيت حتى كتمتص لينا. كما كتشوفوا يعني ديك البودره كتولي هكا مرمله. كيف ممكن كذلك انكم ديروا سينيال او معجون الاسنان، كما بغى يكون النوع ديالو ماشي ضروري واحد الماركه، يعني تم كتبقاو تغسلوه مع شويه ديال مسحوق التنظيف هكا غير بيديكم. طريقه جدا يعني فعاله. نتمنى ان شاء الله يعني حسيتوا بشي طاج ديال الزيت جربوا هذه الطريقه. ومن بعد كما قلت لكم كتنظفوا بالماء وكتضيفوا شويه ديال مسحوق التنظيف ولا هكا باش كتغسلوا، سواء هكا سائل ولا بودر، وكتنشفوا الملابس ديالكم. من بعد عاد كتقدروا انكم تغسلوهم في الماكينه ديال الصابون. كما كتشوفوا الاثار ديال الزيت راه كتزول لكم يعني بطريقه فعاله. شويه ديال الطالك ولا شويه ديال مسحوق نضيف مع شويه ديال معجون الاسنان، ومن بعد كتحصلوا على النتيجه اللي بغيتو. نتمنى ان شاء الله الاخوات اللي سولوني على كيفاش نقدروا نحيدوا اثار ديال الزيت تكون عجبتكم هذه الطريقه هذه وتجربوها. دائما كنبغي نشارك معكم بعض الطرق التجميليه اللي كتكون طبيعيه وصحيه في نفس الوقت. كنعرفوا الفوائد ديال القرنفل التي لا تعد ولا تحصى. هنا اخواتي بالنسبه للطريقه الاولى غادي نشارك معكم هذه الطريقه زوينه وان شاء الله تعجبكم. كتاخذوا اخواتي واحد الكميه ديال القرنفل، بحال كتحرقوه بشويه ديال هكا بريكي، كديروها هكا في واحد التويب ولا هاد القطعه ديال الالومنيوم، وكتحاولوا ما امكن بحال غادي تمعسوها هكا بمعلقه كتولي بودره. وهاد البودره هذه كتحاولوا ما امكن انكم تخدموا بها حجبانكم، خصوصا الاخوات اللي عندهم حجبانات يعني حجبانهم خفافين طبيعي، والنتيجه كتكون زوينه وطبيعيه، يعني ما كيبانش يعني حجبانك يعني مصطنعين، كيوليو بحال طبيعيين وعامرين داكشي على حقه وطريقه. الطريقه الثانيه حتى هي للعنايه بالشعر ديالنا. كنعرفوا هذه الوقيته ديال الخريف الشعر ديالنا كيطيح بواحد الكميه يعني كبيره. هنا اخواتي ما كاين ما احسن من البخاخ ديال الاعشاب. كيف ممكن انك تضيفي مجموعه الاعشاب لهذا القرنفل، كيف ممكن انك ديريه بوحدو، كتخليه هكا كيغلي، كيبدا يطلع الغليه، كديري عليه هاد الغطايه
وكتخلي دوك الزيوت الطياره كتبقى فيه، ومن بعد ما كيبرد كتبقاي تبخي به شعرك. وفي الاخير غادي نشارك معكم هاد المنظمات اللي كنحاول ما امكن انكم حتى نتوما هكا تاخذوا فكره. كنبغيو نحتفظوا بالزيتون او بالمخللات مده اطول، ولكن شي مرات هكا ديك البواطه ما كتكونش عمليه. هاد البواطه هادو اللي خرجوا دابا في المحلات متوفرين باثمنه جدا مختلفه، اللي كيبدا الاثمنه ديالهم من 15 درهم من الفوق، يعني كاينين ما صغار حتى اللي كبيره. كتكون هكا بواطه مشبكه والبواطه ديالها من التحت، يعني الماء كيكون في الوسط، وديك البواطه كنخشيوها، يعني داك المخلل ولا داك الزيتون كيبقى محتفظ على الجوده ديالو. وهاد الخلاص المنظمات ديال البيض اللي الاثمنه ديالهم جدا مناسبه، اللي كيبدا ابتداء من 5 دراهم. الاخوات اللي عندهم محلات 5 دراهم خلاص غتلقاوهم متوفرين بالاشكال والانواع. وغادي نشارك معكم هاد دي بواط هادو اللي عباره على منظمات اللي زوينين وكيسهلوا علينا التنظيم ديال الفواكه ديالنا والخضروات ديالنا. غادي نشارك معكم هنا كذلك واحد الطريقه اللي تقدروا تحتفظوا بها يعني هكا بالعنب ديالكم مده اطول. تقدروا ديروا اخواتي المناديل الخاصه ديال الطبخ، ديروهم كريكيبات وكتحطوهم هكا مع العنب ديالكم. كيف ممكن ديروا دوك الوراق اللي كيكونوا بحال وراق الزبده، هما خلاص هكا متوفرين، كديروهم هكا مع العنب ديالكم، كيمتص لكم الرطوبه اللي كتكون عندكم.